معكم. هذا الإقرار وهذا الميثاق يأخذه الله سبحانه وتعالى على 124,000 نبي ورسول أو 224,000 نبي ورسول، لتؤمنن به ولتنصرنه. طب هم عايشوا طيب؟ ده عهد ده. ماذا نقول في من احتارت في وصف العقول؟ إنا عملنا ايه؟ إنا ايه؟ فتحنا لمين؟ مش لينا. ليه؟ لأن هناك موقفان عاشهم النبي وكان أخطر. يعني لا كرنش ولا خروف يا هذا. ادينا تبقى انت والغلا يا هذا. ربنا احنا ننسى. اديك التليفون بس اخذ خروف. اديك التليفون مش خروف. والله يدوه هو كده خروف يجيب التليفونين. لما ذهب مولانا تعال اديك 5 يا جنيه. راجل. اديك 5 جنيه تعال قدنا. تعال قفنا. مش كده؟ عشان يدعوهم للإسلام، يدعوهم للخير، مش عاوز يبقى أنا منه وأنا منه. فماذا فعلوا فيه ما فعلوا؟ مش كده برضه؟ أدموا قدماه أو قدميه عشان اللغة العربية ما يزعلوش. وحد الله. شو تفرق جوه؟ تصور أشرف الخلق وحبيب الحق والمولى ناظر ليولي هذا مروان يا سيدي الخلق جميعا. هذا الموقف الذي يدل على حلم حبيبه ورحمة حبيبه نفحه نجي نتفتفي نحن. سنتين فيه في دماغه في صدره. فتوحد الله. ما نحقود. ولو حبينا نوزن صدور الناس دمنا طويل. فتوحد الله. اسمع. لا لغاية ما نكتب يا صلاح. تعالى ما نصلي على حضرة النبي. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. نكد يا راجل. يا حبيب الله. شوف ازاي لما جاب الملك وجاب القوات بتاعت جنود ربنا. صاروا طالعين في الصورة يا. لما جاب ولا تلمط يا تلمط لابوك يا. الواحد لو الاعلام من اخره عفوا صار محمد صلاح هو بيبكي. جاته مصيبه جاته مش عارف ايه. وحد الله. علي صوتك انت في البوك. علي صوتك عشان يظهر. حضرة النبي علي شوية. علي شوية. خذ صور اركب فوق كده. اركب فوق اركب. قلت ايه؟ رحمة ولم ابعث ايه؟ لعانا رب في قومي فانهم لا يعلمون. جدع جدع هذا. المولى سبحانه وتعالى الموقف قال سيدنا رسول الله لوليتا دي يا حبيبي. وانصر انصر النبي انتصار حرام عليه. واجتماعي تنصر وما يبقاش الاكل ولا الميه يشربوا. طب هو ربنا يعني ايه سام حضرة النبي كده علشان يعمل في العمل ده؟ لا والله العظيم. إنما يريد الله سبحانه وتعالى ليبين قدره الأخلاقي والسمو الروحي عند حضرة النبي. استني كده. بس قلبت قدام. مش كده يا مولانا ولا ايه؟ كده يا مولانا. مش يعني ساوي، لا. ده ربنا قال والله يحسن. هذا وراه. مش كده. وقال له اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي. مش الواحد حتى لو جاته الجماعه المهاويس مش دراويش يعني يقول لك وعبالة اهو ديكني الموريتك اوعى بالنيل احنا اخرب بيتك. عامل نفسه ولي ان ربنا هو اللي يقول له كده والله هيخرب بيتك. اي والله يعمل نفسه كده ولي كده ويقول لك ايه اوعى بالك اهل ديكني الموريتك. اسمع الادب معانا. على اتفرج عليه. صلى الله عليه وسلم اشكو اليك ايه؟ ضعف قوتي وقله حيلتي